الظروف المعيشية الصعبة والوضع اللي تعيشه أوروبا بعد الأحداث اللي تقريبا العالم كله دا يعيشها. رح نتابع هذا الفيديو اللي وصلنا. والله أروح للجامعة بالبايسكل لأنه ما عندي إمكانية أنه أدفع أجور الباص. عدد المجازين دراسيا ما يتجاوز 200 طالب ببريطانيا من جميع الوزارات. بعنا كل يعني الممتلكات اللي خاصة بينا. يعني الراتب اللي نستلمه يا دوب يبقى من عندنا $200 أو $300 للمعيشة. سويت هذا الفيديو حتى يوصل صوتنا إلى دولة رئيس الوزراء وإلى وزير التعليم العالي. نعاني من عدة مشاكل. أول مشكلة نواجهها حاليا الغلاء المعيشي الحاصل في بريطانيا، وارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والغاز، وارتفاع أسعار الأجارات كذلك في بريطانيا. صراحة مقارنة بالراتب اللي تعطينا الدولة العراقية لا يكفي. على سبيل المثال قائمة الكهرباء والغاز اجتني لمدة 10 أيام فقط، من يوم 15/11 لحد يوم 25/11 141 باوند، أي ما يعادل $170. العديد من الطلبة حاليا ظلوا يطلبون مساعدات إنسانية من الجامعات الابتعاث ومن منظمات إنسانية أخرى في بريطانيا لغرض سد رمق العيش. يعني كارثة. صار الطالب في بريطانيا يستجدي المساعدات الإنسانية حتى يقدر يعيش. يعني إحنا بأي وضع واصلين إلى، يعني إحنا نحتاج إلى من ينظر لحالنا، لأن إحنا يعني في مأساة حقيقية. للأسف ماكو أي استجابة أو النظر إلى حالنا، يعني إلى بعد يعني حتى دراستنا. يعني والله العظيم العديد من الطلبة صاروا هسه يتعالجون نفسيا، ياخذون يعني العلاج النفسي بسبب يعني تدهور الحالة الصحية والضغوطات النفسية، لأنهم ما قادرين، يعني ما نعرف شلون ندبر حالنا. السلام عليكم. نحن طلبة الإجازة الدراسية في بريطانيا نعاني من ظروف معيشية قاسية جدا بسبب عدم انسجام الرواتب، وحيث ارتفعت المعيشة بعد جائحة كورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الحرب الأوكرانية الروسية التي أدت إلى ارتفاع الفواتير، مما جعل الطالب العراقي لا يكاد يكمل شهره بالراتب. يعني صراحة مأساة جدا جدا كبيرة. يعني ما قادرين احنا حتى نشغل التدفئة. درجات الحرارة توصل إلى -6 و7، واحنا ما قادرين نشغل تدفئة لأن الراتب ما يكفي بسبب ارتفاع الفواتير، ولا قادرين نعيش. يعني كلنا ضلينا نستعين بالأهل إنه يدزونا مساعدات حتى نكمل الشهر مالتنا. السلام عليكم. أنا زينب شاكر محمود. أحب أضيف بالإضافة للي ذكر زملائنا من معاناة تخص قلة الرواتب والغلاء المعيشي وزيادة الأسعار اللا معقولة اللي حاصلة حاليا بالمملكة المتحدة، بأنه أنا وجزء بسيط من زملائي بالمملكة المتحدة نعاني من ظلم جهة انتسابنا بعدم دفع مستحقاتنا من الأجور الدراسية. منذ 2 جهة انتسابنا ترفض صرف مستحقاتنا من الأجور الدراسية، اللي أدت جامعات البريطانية لإرسال عدة إشعارات إلنا بإغلاق حسابنا بالجامعة وإنهاء دراستنا تماما، وإبلاغ وكالة الحدود بذلك لإسقاط الفيزا أيضا. شقد مرات الناس بالخارج ويقولون أنه أوروبا هناك الحياة جنة من نواحي معينة، بس بالحقيقة شفنا غلاء المعيشة شقد يأثر على حياة الناس. أبسط شيء التدفئة للطلاب ما يقدرون بهذا البرد، بردنا